ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الكوردن بلو وصينية تورلي ورز بشعرية. تابعوا معانا، الكوردن بلو هتبقى سهلة جدا وجميلة. هنجيب خضار مشكل، بطاطس وجزر وكوسة وفاصوليا وبسلة، نقلبهم كلهم في بعض، او المتاح منهم يعني، وهنحطهم في صينية. ومعاهم المفروض ان احنا بندعك بصلاية وفلفلاية بملح وفلفل اسود وكده، وبنقلبهم مع بعض كويس، ومعلقة سمنة او معلقتين زيت اي حاجة يعني. وبننزل عليهم بعصير الطماطم. بس كده يعني، دي كده صينية تورلي ما شاء الله هتبقى طعمها تحفة. عندنا مثلا يعني حاجة من اتنين، يا اما نسويها في الفرن من جوه الفرن، بعد طبعا ما بنضيف ليها عصير الطماطم وبنظبط المية بتاعتها عشان تستوي كويس، او ان احنا بنسويها من فوق على النار من فوق، ولما تستوي خالص ونغطيها عشان تستوي، ولما تستوي خالص بندخلها مثلا تحت الشواية تاخد لون. يعني ده معانا وده معانا، اللي انتوا عايزين تعملوه او الاسهل ليكم كده هيبقى تمام يعني. هي بس بتاخد تقليبة حلوة، وندخلها يا اما الفرن يا اما نحطها على النار من فوق ونغطي الصينية. ماشي. طبعا الكلام دوت على يعني على النار من فوق دوت للحاجات اللي هي مش البايوركس، ده الستانلس، ألمونيا، جرانيت، اي حاجه زي كده، تيفال. الكوردن بلو بقى، بصوا والله تحفه ومفيهاش اي حاجه صعبه. احنا هنعمل خلطه للبانيه عاديه خالص زي خلطه البانيه العاديه. هقول لكم على طريقتها، بس هشرح لكم بس الخطوات. وبعدين بنطلعها، هي بنعمل ايه؟ بنفرد حته البانيه ونحط جواها جبنه رومي. قبل كده عملتها جبنه رومي وبسطرمه وجبنه رومي وزيتون. حطوا اللي انتوا عايزين تحطوه فيها يعني، وما تتقيدوش بحاجة. آه، بس هي بقى لما بتستوي بيبقى ليها مذاق اللهم بارك، جميل جدا جدا. احنا بنحط كأننا بنحشي محشي او بنلف ورق عنب او كرنب او كده، بنحط الجبنة الرومي ونحطها في البقسماط مرة واحدة مش كذا مرة. بنحاول ان احنا نثبتها، هي كده ما بتكونش لفة لفات كتير، هي تقريبا بتبقى مثلا كأنها لفة لفتين ولا حاجة. بس احنا ما بنضغط عليها زي ما بضغط كده كويس، هي بتكون متماسكة يعني، ولا بتطلع بقى في الزيت بتفك ولا اي حاجة بتحصل لها. بس يعني هنشوف مع بعض خطوة خطوة كده، ما شاء الله بتبقى جميلة، والجبنة بتفضل جوه وما شاء الله بتستوي كويس جدا من جوه. يعني محدش مثلا يقول لا لما هتلف كذا لفة كده مش هتستوي، لا بالعكس بتستوي كويس جدا. وبعدين احنا هنحطها على نار يعني عالية، ايوه، بس مش مثلا اكبر عين، يعني نحطها على نار عالية في العين اللي هي الكبيرة مش الكبيرة قوي، ونخلي اللي هي تبقى نارها متوسطة يعني. مش طبعا مش النار واطية قوي مثلا ما تسويهاش، لا تبقى النار وسط، اللي هي ما تحرقهاش وتبقى مش مستوية، وفي نفس الوقت تستوي وتبقى سواها كويس، تاخد لون من بره حلو ومن جوه برضو تستوي حلو. المهم اهم حاجة بس الضغط الكويس على البانيه كده، يعني هي دي اهم تركاية يعني. طبعا الخلطة انا حاطة معاها بيضاية، فدي بتساعد على تماسك الطبقة اللي هو السطح بتاع البقسماط المطحون ده. على فكرة دوت كان فينو طبعا عشان المدارس، انتوا عارفين الفينو بيبقى باقي كتير وكان ناشف، وانا طحنته في الكبة من غير ما احمصه ولا حاجة. بصوا بقى هنا في الزيت. ماشي. احنا طبعا اول ما الزيت بيتقدح بنحط فيه البانيه عندنا او الكوردن بلو، ما بنقلبش الا لما الطبقه الاولانيه دي خلاص شايفين اهي خدت اللون الذهبي. وزي ما قلت لكم على موضوع النار ان هي تكون وسط وكده. بصوا لونها تحفه تحفه اللهم بارك، وريحتها وطعمها جميله بسم الله ما شاء الله. شايفين التماسك بتاعها، اللون برضو من الناحيه التانية اخدت اللون برضو نفس اللون الذهبي. دي جبنة كانت طلع منها حتة زنطوطة، بس بصوا متماسكة ازاي، يعني مدخل فيها الشوكة ومتماسكة. بس هنطلع طبعا كل البانيه بتاعنا او الكوردن بلو.
هو الحلو فيها عن البانيه المعتاد يعني ان هي لا حلوة، طعمها جميل، طعمها جميل وجديدة ومختلفة. بألف هنا وشفا على قلوبكم، يا رب تعملوها وتعجبكم، ولو عجبتكم واكتبوا لي في كومنتات. وبصوا جبنة سايحة، تبقى حاجة جميلة بقى. ألف هنا وشفا، يا ريت تشتركوا في القناة و... ويا ريت بقى جربوا وقولوا لي، يعني مثلا عملنا وطلعت حلوة